الحمد لله وحده لا شريك له. الحمد لله القائل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والقائل عز شأنه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والصلاة والسلام على رسوله سيد أنبيائه ورسله وخلقه محمد بن عبد الله القائل: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والقائل صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أحمد الله سبحانه حمدا يليق بجلاله وأثني عليه الخير كله، وأزكى الصلوات والتسليمات الطيبات المتتابعات على نبي الرحمة وإمام الهدى. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، في هذا العصر تتكشف أقنعة الممثلين والمزورين الذين يدعون الوقوف إلى جانب العدل والحرية، ولكن شرط انكشاف الحقيقة أن ترتبط القضية أو تكون القضية متعلقة بالمسلمين. فإن كان الأمر متعلقا باليهود أو بالنصارى أو بأعداء المسلمين على أي ملة أو فرقة وفي أي موقع وجهة، فلك أن ترى العدل والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. وأما إذا تعلق في القضية بالمسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ستنكشف الحقيقة ويظهر لك تزوير العدالة وتعتيم الحقيقة وتضليل المساواة وهراء دعوى حقوق الإنسان. أيها الأحبة، في هذه الفترة يقطع المسلمون بيقين أن الأعداء من اليهود والنصارى ومن تابعهم وشايعهم ووافقهم لا يكفيهم من المسلمين ولا يرضيهم إلا أن يروا المسلمين قطعانا مسخرة في أرض الكفر، مستعبدين لا يعترضون على جور ولا يطالبون بحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واسمحوا لي أن أنقلكم نقلة إلى سطح ملتهب، إلى أرض ملتهبة على سطح جليدي بارد، حيث الجمهوريات الإسلامية، وما أمرها عنكم بخفي. لقد طالبت جمهوريات المسلمين باستقلالها وطالب غيرهم، فنالت ليتوانيا وغيرها وكل جمهورية نصرانية أو ملحدة أو وثنية نالت استقلالها فورا وعلى ترحيب سريع
ومبادرة واتفاق لم تطلق في سبيل ذلك طلقة، ولم يعجم لذلك فم، ولم يكتم في ذلك نفس، وإنما نال الكفار حقوقهم بمجرد الطلب بل بالإشارة. لقد طالبت جمهوريات المسلمين باستقلالها بعد تهلهل الاتحاد السوفيتي وبعد سقوطه، وبقي الاتحاد الروسي، فنال كل نصراني حقه، وتبوأ كل يهودي موقعه بكل قناعة وعدالة ديمقراطية نسبية. لكن هذه الديمقراطية الفضفاضة لم تتسع للمسلمين، بل ضاقت جنباتها وشرق جيرانها وحلقها بنفس المسلمين وريقهم. لقد ضاقت هذه الديمقراطية بحق أدنى مسلم أو أصغر مسلم يريد أن يبني مسجدا يركع ويسجد لله فيه، وضاقت جنباتها على كل مسلم يلتمس مصحفا يتدبر فيه كلام الله، أو يربي ولده على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وضاقت جنباتها بكل المسلمين أو بأي جماعة من المسلمين حينما يريدون أن يحكم حياتهم شريعة ربهم عز وجل. ولا إخالكم الآن تفكرون إلا في قضية الشاشان والبوسنة والهرسك بالتبع، ويلحقها قضايا المسلمين الأخرى في كل مكان. لماذا يرفض الغربيون الكذب والخداع، وتظهر الفضائح في وكالات الإعلام الغربية لكل من خادع الشعوب الغربية؟ يرفض الغربيون الكذب والخداع في إطار مصالحهم، ويشنع إعلامهم وتنبح صحافتهم على كل من خدعهم في استراتيجياتهم ومستقبل مصالحهم. لكن هذا الإعلام النابع لا يتردد، يعتم عن الحقائق ويضلل المعلومات حينما تمت إلى المسلمين بأدنى صلة. لقد أعلن الروس أنهم لا يعادون الإسلام والمسلمين في وقت كانت الدبابات تسحق أطفال المسلمين والمجنزرات تطوي أبدان العجائز والشيوخ بين جنباتها، والطائرات تقصف بيوتهم في أرجون وغروزني. ولم يكف الزعيم الروسي، لم يكف عن الزجر والكذب، مدعيا أنه أصدر أوامره بوقف القصف والزحف على الشاشات. في الوقت ذاته كانت المحطات الفضائية تبث مشاهد المذبحة والاجتياح الشرس. قد ينبت المرعى على ثمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. لقد مرت الإبادة القيصرية والماركسية وقهرت المسلمين في أذربيجان وطاجكستان بمساعدة الأرمن النصارى والشيوعيين واليهود، وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي. ولم يعي الأغبياء في الاتحاد الروسي تلك النهاية، لم يعي الأغبياء هناك تلك النهاية الناطقة بوحدانية الله وقدرته، حيث ظن المسلمون واستبعدوا سقوط الاتحاد السوفيتي، وظن الشيوعيون أن حصونهم وسلاح الدمار الشامل وكل ما ادخروه لمواجهة حلف الأطلس ظنوا أن ذلك يمنعهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ورأوا المسلمون فيهم آية من أعظم الآيات. سقطت الشيوعية بأيدي رجالها، وتحطم الصنم، وهوى تمثال لينين، وبالت فوقه الكلاب والقطط.
إن الاتحاد الروسي لم يعي هذا الدرس ولم يعتبر بتلك النهاية، فعاد يدعم الصرب المعتدين بالسلاح والجند شهارا نهارا، غير مبال بأي قرار دولي يحظر السلاح في المنطقة، وغير خاف على كل متتبع لأخبار المسلمين أن آخر هدية قدمها الروس لإخوانهم الصرب 4000 عربة قطار، 4000 مملوءة بالذخائر والأسلحة، مملوءة بالعتاد، ناهيك عن الطائرات التي نقلت الجند لأجل حصار بها ونزعها من يد المسلمين بعد أن حررها المسلمون. لم يقف أولئك الظلمة عند هذا الحد، بل جندوا كل المرتزقة في حرب المسلمين في الشاشات. ومنذ أيام قليلة وقف العالم بأسره ليشاهد الفصل الأخير للنهاية الشاشانية، ظنا من الغرب ويقينا من الروس وجزعا من المسلمين أن الهجوم الشامل على الشاشان والتعبئة العامة في مواجهة المسلمين لن تدع لهم بعد ذلك عينا تبصر، ولن تدع لهم فرصة للمواجهة سوى بضع ساعات، وكما يسمونها رقصة الديك أو حركة الانتحار. ففوجئ الكفار، فوجئ الروس أن صوتا إسلاميا صادقا ونزعة جهادية طالما اشتاقت لمواجهة الكافرين في ساحة من ساحات الجهاد قد انبعثت بين غرات الهواء ونسمات الأفئدة، وتحركت من تحت أمراض المدن المكتوبة، وإذا بزعيم يخرج للحرب لابسا كفنا والجيش من ورائه قد لبسوا الأكفان. وهذا هو الذي وقع قبل أيام على حدود بروزني العاصمة الشاشانية. خرج القائد متكفنا لا يريد إلا الموت، وخرج الجند وراءه بالأكفان لا يريدون إلا الموت، مع تكبير يرصف الأرض رجفا ويدوي بين الجبال. وإذ بكتيبة من عملة المجاهدين الصعبة الشباب العرب قد انضمت إليهم بين عشية وضحاها، تسللت ولادت وتحركت من طاجكستان ومن البوسنة ومن كل أرض فيها نفوس أبية تتمنى الموت في سبيل الله. فراعى هؤلاء الكفار ذلك التكبير وذلك النشيد، نشيد الغرام، نشيد الحب، نشيد الشوق إلى الموت والشهادة في سبيل الله. يقول قائلهم ويرددون وراءه: لبيك إسلام البطولة كلنا نبقي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك كلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك. في هذه الأيام تقدم الروس إلى العاصمة الشاشانية وكأنهم يرددون ما قاله أبو جهل يوم بدر: لنقاتلن محمدا وصحبه فلنقتلنهم ولننحرن الجزور بأرضهم، فتغنين القيام وتسقين الخمر وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا الدهر أبدا. خرج الروس إلى الشاشان ينفقون أموالا ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خرجوا بطرا ورئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولما تقدموا خطوات إلى العاصمة الشاشانية جروزني راعهم وهالهم جيش حداؤه التكبير
وأمنيته الشهادة، وحل بالروس ما لم يكن في حسبانهم، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. حل بالروس مذبحة طالما اشتقناها لتشفى صدورنا يا عباد الله، طالما اشتقنا في الكفار ذبحا وقتلا ودماء ونزيفا يشفي صدورنا من كل عرض اغتصب، ومن كل طفلة انتهكت، ومن كل امرأة تعاقب عليها الكفار في عفتها، ومن كل مسلم طردوه من بيته وأحرقوا زرعه وسلبوا ماشيته، من كل شاب عفيف فعلت به الفاحشة. طالما اشتقنا إلى مذبحة يشفي بها الله صدورنا وقلوبنا من هؤلاء الكفار. حل بالروس مذبحة لن تبلغ وكالات الإعلام الدولية نصف وصفها بل ولا ربعها. ثم طبق المسلمون الشاشات مسحا بالسوق والأعناق في رقاب الروس وأقدامهم، وانضمت كتائب العرب ينسلون من كل حدب إلى الشاشات، ورأى الروس نار المعركة فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وفي تلك اللحظات يفيق الروس لحظة من سكر التسلط والقهر ليسمعوا من يهودي يدعى كيسنجر قوله إن المضي في هذا الهجوم قد يسقط الرئاسة الحالية، ولو شاء لقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إن المضي في هذا الهجوم يثير حفيظة المسلمين من جديد. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان. ثم امتنع 6 من الجنرالات عن مواصلة المعركة، وتدخل خنزير النجد من الغرب لينصح الروس بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر الجهاد ويستثير حمية المسلمين كلهم، وربما اندلعت عدوى الجهاد إلى العنقود والقوقاز وإلى كل مكان. نصح ذلك الخنزير قومه وأولياءه بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر على الأرض موقعا جديدا. أيها المسلمون، بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. لقد تفرج الطواغيت على رحلة الهروب وهم يضحكون، تفرجوا على رحلة الهروب من الجحيم إلى الموت، هروب العجائز والسيوف والأطفال والنساء، ووقفوا يقهقهون على صور النائحات والسكالى على أبنائهم تحت أنقاض المنازل بعد القصف. وما هي إلا أيام ثم دارت صح الخلق من جديد، وفي القتلى لأقوام حياة، وفي الأسرى فدى لهم ورق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام
كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. معاشر المؤمنين، قد يقول قائل: ليس الحدث بجديد، فلماذا تسوقه؟ فأجيبه: نسوق هذا الحدث حتى نبذل أقوى وأشد وأفتك سلاح نملكه، وهو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أسوق حدثا ربما فيكم من هو أدرى به مني، من أجل أن نطالبكم ونناشدكم ونسألكم دعوة واحدة في كل سجدة لإخوانكم المسلمين في الشاشات وفي البوسنة وفي كل مكان، فلن تعدم الأمة واحدا تجاب دعوته. نسوق هذا الحدث حتى نزداد قناعة باليأس، ونزداد ثقة بالقلوب، ونزداد يقينا بالتشاؤم من كل نظام لا يحكم بالإسلام. فلا ترجو السماحة من خبيث، فما في النار للضمار ماء. القلوب والتشاؤم ندعو إليه من كل نظام لا يحكم بالإسلام، فليس فيه للإسلام والمسلمين رحمة ولا عدالة، ولو ادعى العدل والحرية. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تلك الأنظمة ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تلك الأنظمة ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. تلك الأنظمة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ونسوق هذه الحادثة لنعلم أن فجر المسلمين قادم، ولكن من أين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. لنعلم أن فجر الإسلام قادم، وأن ساعة الصفر فاتت وتيكة، وأن أمة الإسلام تتجاذبها سنن الله من كل جانب حتى يلتقي الأمر، حتى يلتقي الماء على أمر قد قدر. إن فجر الإسلام قادم، فقد يكون من مهبط الرسالة، وقد يكون من أرض الأعاجم، وقد يكون في أرض السن، وقد يكون في أفريقيا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وليس بين بلاد وبين الله نسبا إلا بالتقوى. وشرفنا وعزنا وأمنيتنا أن نكون أهل هذا الشرف، قادة الركب وهداة الأمة، ولكن ليس بأمانية ولا بأماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يتبع. ليست المسألة بالأماني، وإنما هي لمن أنهرها أرواحا وعقولا وأموالا ودماء. وإن نتولى أو ننكص على أعقابنا أو نرجع القهقرى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونسوق هذه الحادثة لنعلم أن الإسلام إذا دخل المعركة تغيرت الموازين واختلفت الحسابات. إن المخططين العسكريين والحسابات العسكرية مبنية على تصور معركة بين فريقين أو فرق
كل فريق ينافع ويناضل ويقاتل من أجل الحياة. أما إذا دخل الإسلام المعركة فإن الحسابات تتبدل وتتغير، لأنها حسابات لفريقين أحدهما يتمنى الموت ويشتاق للشهادة، كما ودع الصحابة من خرجوا لغزو الروم، فقال أحدهم لعبد الله بن رواحة: ردكم الله سالمين. فقال ابن رواحة: لا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات ضر تقلب الزبد، وضربة بيدي حران مجهزة، بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. الحسابات حينما يدخل الإسلام المعركة فإنها بين فريقين: فريق يريد الحياة بنعيمها الزائل وشبابها المنتهي بالهرج وصحتها التي يعقبها السقم وعزها الذي يكدره الذل وغناها الذي يسوقه الفقر، في مواجهة فريق يدخل المعركة وهو يريد جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يريد جنة فيها خلود ولا موت، يريد جنة لا يجدون فيها ظمأ ولا سقم ولا هرم ولا ألم. نسوق هذا هدية لكل شاب نشيده: فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بقبر المطارف، ولكن أحن يومي شهيدا بفتية يصابون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم سقى الله، نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. أيها الأحبة في الله، إنها الشيوعية ولت وبقي أذنابها في أقاديد من الأرض، فسلط الله عليها من سلط حتى انتهت. إنها الشيوعية أرض بلا سماء، يوم بلا غد. إنها الشيوعية كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إنها الشيوعية سعي بلا غاية وعمل بلا نتيجة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم يا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ومنشئ السحاب، أسألك اللهم أن تنزل بأسك وبطشك وعقابك وعذابك وأليم بأسك بالصرب والروس واليهود ومن شايعهم بقدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أنزل بهم بأسك وعجل هلاكهم. اللهم أهلكهم بريح صرصر عافية، وأهلكهم بالطاغية ولا تجعل لهم باقية. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم غاية. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل كيدهم في